السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل العيش الشامي للسحور. كل سنه وانتم طيبين لسحور رمضان. عيش الفول والطعميه. عيش هنعمله من غير فرن بطريقه سهله وبسيطه، وهنعمله في الطاسه. تابعي، اهم حاجه تتابعي الفيديو الاخر عشان فيه تفاصيل وتكات مهمه، عشان يطلع منفوخ زي ما شفتي كده، ويطلع منك يعني طري وفي نفس الوقت خفيف كده، مش مكتوم ولا معجن، ويتفتح معاك وتعملي بيه احلى سندوتشات ان شاء الله. هتتابعي بقى الفيديو الاخر، يعني تابعي الوصفه الاخر. فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفه جديده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يلا بينا نسمي ونبدا وصفتنا ونشوف الوصفه الجميله الخطيره دي عملناها ازاي. والله انا لما كنت بشوف العيش الشامي ده في المطاعم، انا كنت مستحيل ان انا اقدر اعمله، ان انا اعرف اعمله، ولا كنت متخيله اني اعمله بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ومن اول مره، والله من اول مره انا عملت، وانتوا ان شاء الله لو سمحت الفيديو الاخر هتعملوه برضو زي كده من اول مره. طريقته سهله وبسيطه، وبدل ما تروحي تشتريه من المطاعم هتعمليه بمقادير سهله وبسيطه من البيت. اعمليه بقى على الفطار، اعمليه على السحور، ممكن تعملي تضاعفي الكميه وتعملي كميه كبيره وتحطيها في اكياس كده في الفريزر للولاد على السحور، تعملي سندوتشات طعميه. طبعا معلش ما كانش عندي بقى طعميه، يعني ما كانش عندي وقت ان انا اعمل الطعميه عشان نعمل سندوتشات العيش بالطعميه. بس انا عملت لكم العيش، ان شاء الله لو في وقت معانا يبقى نعمل بقى ايه الطعميه في فيديو تاني. يلا بينا بقى نبدا الوصفه الجميله اللي انتوا شايفينها دي، ونقول على التسويه، ونقول على الجمال اللي انتوا شايفينه ده. والله ريحته خطير، يعني من حلاوته ممكن يعني تاكليه حاف كده من جماله وحلاوته. سكر كده يا جماعه، سكر والله. من حلاوته تاكليه حاف من غير اي طعميه ولا اي حاجه. طبعا زي ما قلنا دي سندوتشات، ده العيش بتاع اللي هو بيتعمل سندوتشات في المطاعم، بتاع الفول وبتاع الطعميه. انا معايا هنا بقى نص كيلو دقيق. لو انت حابه تعملي كيلو، حابه تعملي 2 كيلو، هتضاعفي الكميه. معايا نص كيلو دقيق، طبعا دي متعدد الاغراض، اللي هو الدقيق الابيض. نص كيلو دقيق. معايا معلقه الا ربع كبيره خميره فوريه. ومعايا كوبايه ونص حليب دافي، كوبايه ونص حليب دافي. ومعايا معلقتين كبار سكر. يبقى هنا طبعا عشان الشتاء وكده، وعشان يسرع معاك عمليه التخمير، هتحطي معلقه من الكبيره، معلقه الا ربع، معلقه الا ربع خميره. تمام كده. والله طريقته سهله وبسيطه، ما تقوليش ان هو تقيل ولا هيبوظ منك، ولا طريقته صعبه، لا فعلا انا لما زي ما بقولك كده، انا لما كنت بشوفه كنت بقول ازاي انا هعرف اعمله بالجمال ده، بس فعلا من اول مره طلع تحفه. هنا بقى معلقتين زيت كبار، معلقتين سكر كبار، معلقه خل صغيره، ربع معلقه ملح صغيره، كوبايه ونص، كوبايه ونص حليب دافي. حابه تعملي بميه مفيش مشاكل، هيبقى معاكي احلى ومن ايديك الحلوين. حابه تعملي بنقع اللي هو الشرش بتاع الجبنه، حابه تعملي بزبادي، حابه تعملي بلبن رايب، اللي موجود عندك والمتاح عندك هتعملي بيه. بس اهم حاجه لو عملتيه تقولي رايك كده، ولو سمحت الفيديو برضو الاخر تقولي رايك كده، هو حلو ولا وحش، هو احلى من اللي بره وافضل بكتير. كنت تكتبي لي كده في التعليقات، بيهمني رايكم. هنا بقى طبعا لازم، احنا في فصل الشتاء لازم الحليب يكون دافي، مش يكونش سخن، لا يكون دافي. ربع معلقه، معايا معلقه صغيره، عفوا معلقه صغيره خل. تمام كده. وهنقلب كده بالمعلقه او الاسباتيوله، وبعد كده نعجن بايدينا. طبعا العجينه بتكون يابسه، عجينه الخبز بتكون يابسه عشان يطلع منفوخ ومنبيض زي ما شفتي كده، وعجينه مخدومه كويس. يعني عجينته بتكون يابسه زي عجينه القرص، يعني ايه، عجينه القرص اللي هي الطريه، مش عجينه القرص اللي يابسه، لا. يعني عجينه الخبز بتبقى زي عجينه القرص اللي هي الطريه، ما يكونش طريه، ما يكونش العجينه بتاعته طريه ولا بتلزق. تمام كده. تكون عجينته ناعمه وفي نفس الوقت ايه متماسكه كده، ما تكونش خشنه ولا تكون طريه، عشان ما يسحش معاكي ويبقى طري كده. عشان لو طري مش هتعرفي ان انت تقرصيه، مش هتعرفي تكوريه يعني. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، من غير بقى فرن ولا تغلبي نفسك. يعني لو مثلا ما عندكيش فرن ان شاء الله
هنعمله في الطاسة من فوق، واي طاسة عندك هنعمله بيها. طبعا انا حبيت اجرب في نص كيلو لان انا لسه اول مرة اعمله، وحبيت اجرب في نص كيلو. انت لو حابة تضاعفي الكمية، حابة لو اول مرة وتعملي برضو نص كيلو كده اعمليه، وهيبقى طبعا النص كيلو ده عمل معايا 14 رغيف. والله عمل معايا 14 رغيف. ممكن انت لو انت صغرت شوي يعمل معاكي 15. يعني ايه عمل معايا 14 رغيف. شايفة بقى من نص كيلو ده ايه عمل معايا كمية قد ايه. يعني لو هتروحي تشتري الكمية دي، شوفي انت النهاردة هتشتريها بكام. هنا بقى زي ما انت شايفة كده بعجن العجينة كويس، وبعد كده هنغطيها بستريتش، وبعد كده اغطيها بفوطة عشان تخمر معاكي بسرعة. هي طبعا كمية قليلة، ما عادتش معايا كتير، يعني ايه عبال ما مثلا غسلت الحاجة اللي عجنت فيها وكده، فهي اختمرت معايا بسرعة. بس اهم حاجة تغطيها بستريتش، وبعد كده تغطيها بفوطة او دفاية عشان العجين يطلع معاكي بسرعة، ما يعوقش معاكي. طبعا ان شاء الله فيديوهاتنا جاية كتير، وصفات رمضان، حلويات ومأكولات، يعني وصفات أكلة، وصفات حلويات ان شاء الله. اسمعي بقى الفيديوهات بتاعتنا، واعملوا لايك كده من ايدك الحلوين، واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا بقى هغطيها، وبعد كده هنرجع لكم تاني. وهنا بعد ما اختمرت، طبعا هي ما بتختمرش تملى البول لان عجينتها يابسه مش طريه، يعني هي عجينتها بتضعف كده شويه. بعد كده بنهبط العجينه، وبعد كده بنكورها كور، يعني ايه قد الليمونه اللي هي الكبيره، او قد البرتقانيه اللي هي السفنديه. وانتي على حسب ما انت عايزه. يعني هو لما يكون الرغيف صغير زي ما شفتي كده بيبقى حلو، بيقب معاكي ويتنفخ ويبقى جميل. ان شاء الله ان شاء الله هتجربي الوصفه وهتعتمديها على طول، ولا تقيدي بقى فرن، ولا تقيدي اي حاجه، ولا تغلبي نفسك على البوتاجاز وفي الطاسه من فوق. هنا بقى بنكور العجينه زي ما انتوا شايفين كده، عشان تاخدي الرغيف مدور وجميل زي ما شفتي كده. لازم تكوري العجينه كويس. يعني ايه لازم العجينه تكون متكوره كويس، عشان مدوره كويس، عشان تديكي نتيجه صح، والرغيف يكون مظبوط ومدور. لو العجينه مايله من جنب او معوجه هتديكي رغيف مع اعوج مش مظبوط. هنا بقى معايا صينيه رشيت فيها رشه دقيق عشان ما يلزقش، وهنحط بقى الكميه كلها، وبعد كده نغطيها بستريتش، ونغطيها بفوطه برضو ترتاح معانا، عشان ما نيجي نفردها تبقى سهله معانا. معلش يا حبايبي لو كنت بطول عليكم الفيديو، بس كل حاجه ان شاء الله عشان تطلعوا بنتيجه. يعني ايه عشان تطلعوا من الفيديو كده بنتيجه وتستفيدوا منه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين هعمل واحده معاكم كمان، وبعد كده اخلص كل كميه ونغطيها عشان ترتاح معانا. وبعد كده بقى المرحله التانية هتبقى سهله خالص. هنا بقى زي ما بقول لكم عملوا معايا 14 رغيف او 14 كوره. نغطيها كده بكيس نايلون او استرتش او اي حاجه، وبعد كده فوطه عشان تدفي العجين ويرتاح معاكي بسرعه. لازم مرحله مهمه او خطوه مهمه ان انتي بعد ما تكوري تريح العجين عشان يتفرد معاكي بسرعه وما يبقاش مفقفق، عشان العجينه الخبز معاكي ما يبقاش مفقفق. وهنا زي ما انتوا شايفين طبعا ارتاح معانا، يعني خد نص ساعه. هنا بقى بحط رشه دقيق من فوق ورشه دقيق من تحت عشان بس الرغيف ما يلزقش او الكرة ما تلزقش. هنا بقى بفردها فردة كده بايدي، وبعد كده بنشابة او اي حاجة عندك. طبعا النشابة افضل ليه؟ افضل من الايد، لان النشابة بتخلي سمك الرغيف كله واحد. يعني النشابة بتخلي سمك الرغيف كله متساوي.
لو عملتي بايدك هتلاقي صباعتك متغرزه في العجينه، هتلاقي حته واطيه وحته عاليه. النشابه بقى زي ما انتم شايفين كده. وطبعا خلي رغيف وسط، لا هو تخين ولا هو رقيق. يعني لا هو تخين تلاقي اللب بتاعه عجين، ولا هو رقيق تلاقي اللب بتاعه ورقه كده، ما زي الورقه كده، لا زي ما شفت كده في اول الفيديو خليه وسط. هي باينه قدامكم ان الرغيف كبير، بس هي وسط زي ما شفتوا كده، رغيف صغير، بس هي الكاميرا باينه مبينه ان الرغيف كبير. وبعدين كل ما يقعد ويرتاح هتحس ان هو كمش في بعضيه، العجينه دخلت في بعضيها. هنا دي طبعا اول واحده هنعملها معاكم، وبرضو هنعمل تاني كذا واحده عشان تشوفوا الطريقه مظبوطه. يلا بقى، لو ما عندكيش بقى عيش وما عندكيش دقيق وحابه تعملي عيش، لو نص كيلو هتجربي فيه وهيبقى احلى عيش من ايديكي، بدل ما تشتريه بقى وتقفي بالطابور. طبعا الطوابير بقى تبقى زحمه، هتلاقي بقى ستات وهتلاقي شباب وهتلاقي رجاله، ولسه تقفي طابور عشان تجيبي العيش وتروحي تعملي الفطار. لا طب وعلى ايه ده، انت هتعملي حاجتك في البيت ومن غير ما تطلعي ولا تغلبي، هتعمليه ان شاء الله في البيت بطريقه سهله وبسيطه. طبعا العيش ده اقتصادي، يعني ده اقتصادي من الدرجه الاولى، مفيش بقى سمنه. طبعا نسيت اقول لكم في العجينه ملحوظه مهمه، ما تكتريش الزيت عشان الخبز ما يقلبش معاكم القرص، يعني ما تكتريش الزيت، هما معلقتين بساط. وزي ما قلت لك البدائل، لو حابه تعملي بميه وتحطي معلقه حليب بودر، لو حابه تعملي بشرش اللي هو النقع اللي يطلع من الجبنه، بحليب زي ما احنا عجلنا، بميه هيطلع برضو عسل، هيطلع عسل من ايديك احلى من اللي بنشتري من بره. كفايه ان انت عاملاه بحب واخلاص كده، ونيتك ان انت تعملي لولادك حاجه في البيت، حاجه نظيفه وعاملاه بايديك في البيت، بدل ما تروحي تشتري من بره. طبعا بتوع المطاعم وبتوع المخابز طبعا الرجاله وكده بيبقى عاملينه، ما تضمنيش برضو ايديهم ولا نظافتهم، فانت اعملي بقى حاجتك في البيت بايديكي، غسله ايديكي وحاجتك ايه نظيفه. هنا بقى هنعمل واحده برضو تاني معاكم عشان تشوفوا السمك بتاع الرغيف، هتشوفوا السمك بتاعه مظبوط يعني ايه، ولا هو رقيق ولا هو تخين. هنا بقى بنفرد زي ما انتوا شايفين كده، ما تضغطيش، يعني ما تضغطيش على العجينة عشان وسط الرغيف ما يبقاش رقيق، عشان لو كان رقيق مش هيتنفخ معاك. خلي الحروف والوسط كله زي بعضه، يعني ايه، ما تضغطيش بالنشابة قوي على العجين، يعني خلي ايديك خفيفة كده، عشان يعني خلي ايديك حنينة وخفيفة كده على العجين، عشان ما تخليش العجينة تلزق في بعضيها عشان تتنفخ معاك. شايفين هو ده السمك المظبوط، هو ده السمك اللي احنا عايزينه. هنخلص بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، خلصناها. ونغطيها برضو كده، هنغطيها طبعا معايا صينية كبيرة فرشة فيها فوطة مطبخ او ملاية، وحاطة فيها وحاطة فيها العجين زي ما انتوا شايفين كده، ومغطيها برضو بوش تاني من فوق عشان ما يقشفش معاكي، وكمان عشان ما ينشفش. هنا بقى معايا طاسة تيفال على النار على عين البوتاجاز. طبعا خلي عين البوتاجاز وسط، ولا هي عالية ولا هي واطية، عشان يتنفخ معاكي ويقب بسرعة. هنا بقى الخطوات دي مهمة، بتحطي وبعد كده اول ما بيشمح تقلبي، تفضلي تقلبي على الجنبين عشان يتنفخ معاكي وما بيبقاش تقيل ومكتوم. جربي اول واحدة، يعني زي ما انا جربت كده، جربي اول واحدة، لو لقيتيها مظبوطة معاكي كملي، لو لقيتيها مش مظبوطة مثلا تقيل ولا حاجة، يبقى كده لسه ما اختمرش. هنا بقى زي ما انتوا شايفين هتنفضيه كويس من الدقيق، وبعد كده هتلاقيه اتنفخ من الحرف، هتدوسي تروحي دايسة على الحرف هتلاقيه اتنفخ كله زي ما شفت كده في اول الفيديو، يعني زي ما شفت كده اول واحد كان منفوخ. هنا بقى زي ما انت شايفة كده لازم تقلبيه كذا مرة عشان يتنفخ معاكي.
طريقته سهلة وبسيطة، مش هياخد من ايدك اي حاجة. يعني لو قبل ما تنامي كده، يعني لو قبل ما تنامي بساعة عملتيه وحطيتيه في كيس كده، لو عملتي كمية كبيرة هتحطيه في اكياس تلاجة، هتحطيه في الفريزر اللي هو دافي، هتطلعيه كده هتحطيه على رخامة، هتلاقيه زي الملبن معاكي وطري وجميل، بدل ما تقمري ولا كده. هنا بقى زي ما انت شايفة، لا هتلاقي بقى اتنفخ من الجنب، تروحي دايسة هتلاقي السخونية دخلت اتجمعت في الرغيف كله، هتلاقيه كله اتنفخ. يعني زي ما انت شايفة كده، اول ما تلاقيه اتنفخ تروحي دايسة باي حاجة مقصوصة او اسباتيولا او اي حاجة اللي معاكي، تروحي دايسة على الحرف اللي هو اتنفخ، هتلاقي السخونية كلها اتجمعت في الرغيف، وهتلاقيه كله اتنفخ زي بعض. كل الكمية كلها كانت منفوخ، هو واحد بس، يعني هو واحد بس اول مرة اعمله، يعني اول واحد حطيته طبعا كنت موطيه عليه ولسه سخنة، فهو ما اتنفخش، بس كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده اتنفخت معايا. شايفين هو ده منفوخ، بس هو لونه ابيض لسه ما استواش، بس هو زي ما انتوا شايفين كده منفوخ قدامكم اهو. والتسوية بقى اللي انت حابة تسويه اكتر من كده، حابة تخليه لونه رايق كده وجميل زي ما انت حابة. يا جمال يا تكات يا حركات، والله والله اجمل عيش شام، عيش السندوتشات، عيش العربيات، عيش المطاعم، عيش الفول والطعمية. يا سلام بقى لو كان عندي شوية طعمية كده، كنا حشينا كذا سندوتش كده وكلناها مع بعض كده، خطير خطير والله يا جماعة، طري وجميل وفعلا والله يتاكل من غير اي حشو، يعني هو طعمه كده مسكر وجميل ويتاكل من غير اي حشو. هتطلعيه بقى على فوطة، طبعا هتطلعيه زي ما انت شايفه كده، شايفه منفوخ ومقلي من فوق ومن تحت، طبعا هتطلعيه برضو على فوطه او على القماشه اللي انت حاطه فيها، زي ما انت شايفه كده، قماشه من فوق وقماشه من تحت، عشان يفضل معاكي طري وملبلب وجميل. لو سبتيه كده متهوي هينشف معاكي. زي ما انت شايفه كده، شايفين التسويه مظبوطه وجميله وخطيره.